ايه حكاية عنقود اللي واجعين دماغنا بيها دي؟ بياكل زرع يعني ولا ايه الحكاية بالظبط؟ كله عمال يقولك عنقودي عنقودي لما اتعنقدنا كلنا. عنقودي؟ ايه عنقودي دي؟ بما انك عنقودي زي عنقودي؟ تجرحي عنقودي زي ابوك. لكم بقى انا اقول لكم على حكاية عنقودي دي وامرنا لله، بس على الله الاخ عمرو سعد ما يرفعش علينا قضية معنقادة كده. الاخ عمرو سعد كان بيحب العنب من وهو صغير، لما كبر بقى الموضوع اتطور معاه، بقى يجيب عناقيد العنب ويحطها في جيبه، ولما يجوع يطلع عناقيد العنب وياكلها، فالواد طالع معنقد زي ابوه. من هنا بقى سموه عنقودي زي ابوه. ابوه برضه الاستاذ خالد الصاوي كان عنقودي برضه من وهو صغير برضه. ادي بقى يا سيدي حكاية العنقود اللي الكل عمال بيدور عليها. انا لا يمكن كنت اقول على السر ده ابدا، بس الاستاذ احمد رزق اداني عنقود عنب بالحقيقة عشان اقول ما احنا بقى عمورة. يا راجل اختشى ايه بقى؟ الناس عمالة تقرا قرآن وذكر وقيام ليل، وانت طول الشهر واجع دماغنا عنقودي عنقودي. يا اخي عنقدته في النيل يا ابو عدة.